بنعمل المشروب ده مرة في الأسبوع إن شاء الله، بتغنيك عن كل الأدوية والتحصينات اللي احنا بندور عليها في موسم الصيف، وبتحمي حمامك من الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية اللي هي منتشرة أثناء موسم الصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم في الفيديو بتاعنا على مشروب مهم جدا، من اهم الحاجات اللي انا ممكن اقدمها للحمام بتاعي كتحصينات للحمام بتاعنا من الامراض الفيروسيه او الامراض البكتيريه، وهي تعتبر من اهم الفوائد اللي بتقدمها للحمام بتاعنا. لو انت فعلا مهتم بتربيه الحمام، مهتم بصحه الحمام، ومهتم بالانتاج بتاع الحمام بتاعنا، فلازم انك انت تهتم بالاعشاب. والاعشاب طبعا في مقوله دايما بتقول ان لم تنفع لن تضر، فان شاء الله الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها هي تعتبر تنفع باذن الله، وهي تعتبر موجوده معانا في كل بيت وفي كل مكان. فالحاجه اللي هنتكلم عليها النهارده او المشروب اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو الشاي، اللي احنا كلنا طبعا بنتناوله في البيت عندنا، او معظم الناس بتتناول الشاي. فهنتكلم على الفوائد العظيمه بالنسبه للحمام في الشاي، ان شاء الله هنتكلم عليها نقطه نقطه وهنشرحها بالتفصيل باذن الله مع بعض. اول حاجه يا جماعه، احنا عارفين ان الشاي مضاد قوي جدا للاكسده، ويطهر ويريح الامعاء، يقوي ويريح الجهاز التنفسي، ويساعد على تقويه الجهاز التنفسي ايضا. الكحه بتاعه الحمام بتاعنا، الحشرجه، الحاجات دي كلها باذن الله تختفي تماما عند تقديم جرعه الشاي للحمام بتاعنا. مش هنلاقي الامراض اللي هي التنفسيه اللي احنا دايما بنشتكي منها. ينشط ويحفز الجهاز المناعي، ودي طبعا بعتبرها ان هي من اهم الحاجات اللي احنا طبعا كلنا بندور عليها، ان احنا عايزين نرفع من جهاز المناعه بتاعه فرد الحمام، عايزين الجهاز المناعه بتاعه يبقى قوي. جهاز المناعه طول ما هو قوي مش هنلاقي طبعا الامراض اللي هي الجدري، الروشه، طبعا مش هنلاقي الاسهالات، الحاجات دي كلها الفرد بتاعنا بيقدر ان هو يصد الامراض اللي هي بتبقى منتشره في فصل الصيف او في فصل الشتاء. فاتح قوي جدا للشهيه، بنلاقي بعض الحمام ما بيقبلش على الكلفه، فالشاي بيفتح شهيه الحمام بتاعنا، وده بيزيد طبعا من الوزن بتاع فرد الحمام بتاعنا، وبيساعد على صحه الحمام. له القدره على القضاء على الفطريات في حنجره الحمام. يعني يا جماعه احنا طبعا بنلاقي الفطريات اللي هي في الحنجره، وبنلاقي التجبنات اللي هي داخل الحنجره اللي هي بنسميها الكنكر، دي طبعا هتختفي تماما. مش هنلاقي طبعا الكنكر ولا الفطريات اللي هي بتيجي نتيجه الكلفه الملوثه، الكلفه اللي هي دايما بتيجي مرشوشه بمواد حافظه، فدي طبعا ممكن تنقل لنا الامراض. الشاي لو احنا بنقدمه في الاسبوع مره واحده بس هيقضي تماما على جميع الفطريات او يمنع وجود الكنكر ان شاء الله عند الحمام. مضاد للتشحم والقضاء على الدهون. بالنسبه للاناث ده كويس جدا، وهيزيد طبعا من سرعه الانتاج او سرعه البيض، عشان طبعا مش هيبقى فيه تليس على المبيض بتاع الاناث، او مش هيبقى فيه نسبه دهون على المبيض، فدي حاجه كويسه جدا واحنا بنحتاجها وبندور عليها فعلا عشان نزود الانتاج بتاعنا. يعتبر الشاي من اهم المواد المهدئه للاعصاب التي تجعل الحمام في حاله مزاجيه عاليه، وده طبعا يا جماعه بنلاقي بعض المشاكل بالنسبه للحمام بتاعنا في حالات افتراس اللي هي بتيجي نتيجه استثاره الحمام بتاعنا، وجود الضوء او وجود الشمس متسلطه دايما على الحمام بتاعنا او في السلاكه بتاعتنا باستمرار، او دخولك على الحمام فبيعمل ده استثاره. ده طبعا بيعمل زي مهدئ للحمام بتاعنا، ويجعل الحاله المزاجيه بتاعته فعلا عاليه، وبيحد فعلا من حالات الاستثاره او حالات الافتراس اللي احنا بنتكلم عليها. مفيد جدا للجهاز الهضمي ويقلل الاسهالات ويمنعها تماما، لان الشاي فعلا فيه ماده قابضه بيمنع حالات الاسهال، ومفيد جدا للجهاز الهضمي. يعني مش هنلاقي طبعا تحجر الحويصله. الشاي كمان بيقضي على البكتيريا الضاره في الامعاء زي السالمونيلا كده يا جماعه، وبيعزز من البكتيريا النافعه. والبكتيريا النافعه دي طبعا احنا بنحتاج ان هي تكون فعلا نشطه باستمرار، لان دي بتساعد على صحه فرد الحمام بتاعنا، وبتمنع وجود اي امراض بالنسبه للفرد بتاعنا. مفيد جدا للعظام. يعني مش هنلاقي برضو الحمام ساعات بيحصل حالات الكساح نتيجة برضو اللي هو نقص الكالسيوم للإناث، أو بنلاقي في بعض الزغاليل بتطلع كده عندها زي الكساح. بإذن الله لو استخدمنا الشاي مع الحمام بتاعنا مش هنلاقي كل الحالات اللي احنا بنتكلم عليها دي. وهنتكلم على طريقة تقديمها إن شاء الله. بالنسبة للحمام ممكن إن احنا نجيب معلقة أو معلقتين، نحطهم على كل 5 كيلو كلفة، معلقتين كبار، ونبدأ ان احنا نقلب الكلفة. دي طريقة طبعا انا ما بحبهاش، ولكن انا بفضل طريقة الغليان اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. طريقة التحضير بتاعتها ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده. هنجيب كوباية مية كأنك بتحضر كوباية شاي بالظبط، ونحط عليها معلقة شاي صغيرة بالطريقة اللي احنا شايفينها بدون سكر، وحسب الكمية اللي انت هتقدمها للحمام بتاعك، سواء كوباية، هي كوباية ان شاء الله بنقدمها
على لتر ميه. بعد كده بحط الثلاث كوبايات اللي انا عملتهم هحطهم على 3 لتر زي ما اتفقنا. كل لتر بياخد كوبايه شاي كده بالطريقه دي كده. وبفضل ان انا اصفيها في البراد عشان طبعا الطفل ما ينزلش ويسد طبعا الفتحه اللي هي بتنزل منها الشاي. واخر حاجه يا جماعه هنعملها مع بعض ان احنا نمسق للحمام زي ما احنا شايفين كده. الحمام بتاعنا عطشان، هنبدا ان شاء الله نمسق له بالطريقه اللي احنا شايفينها دي كده مع بعض. وادي المسقه بتاعتنا بعد ما بردت او الشاي برد نبدا ان شاء الله نكفيها بالطريقه دي كده ونمسق للحمام بتاعنا. وزي ما احنا شايفين كده يا جماعه بدا الحمام كله يقبل على الميه. مهم جدا ان احنا لازم نعطش قبل اي علاج او اي عشبه بنقدمها للحمام بتاعنا عشان يستفاد من الكميه اللي هيقدر يشربها او يستفاد باكبر كميه يشربها من المشروب اللي احنا بنقدمه للحمام. بنعمل المشروب ده او بنقدم الشاي مرة في الاسبوع ان شاء الله بتغنيك عن كل الادوية والتحصينات اللي احنا بندور عليها في موسم الصيف، وبتحمي حمامك من الامراض الفيروسية والامراض البكتيرية اللي هي منتشرة اثناء موسم الصيف. وبكده يا جماعة بكون نهيت حلقتي معاكم. يا رب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.